باش نواصلوا حديثنا على الفرنكوفونية، ولكن باش نحكيو على الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وهي منظمة دولية مقرها الكندا، وتنحكيو عليها أكثر مع ضيفي اليوم وهو عميد هذه الوكالة السيد سليم خلبوس. صباح الخير سي سليم. صباح الخير. شكرا لك. جيتنا مباشرة من جربة، خلينا نقول. عندي وصلت منذ بعض الساعات. فوالا ديريكتومون هنا. شكرا لك، شكرا على قبولك دعوتنا الصباحية. حاضرة الوكالة في جربة، حاضرة بقوة خلينا نقولوا، بما أنكم عندكم عديد النقاط اللي مشتركة مع القمة. نرجع معك للوكالة هذه اللي أنا قلت منذ قليل وكالة مهمة تم إنشائها عام 61 وهدفها تشبيك مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، créer une sorte de un réseautage نتاع les grandes universités francophones. سليم خلبوس. هذا هو هي منظمة اليوم عندها أكثر من 60 سنة، هذا ولات عندها تقاليد. المنظمة هذه غير ربحية، دولية وعلمية. الهدف تاعها التشبيك طبعا، ولكن الهدف تاعها ايضا هو تنميه البلدان عن طريق العلم. هذا المهم، معناها احنا اللي ندافع عليه هو استعمال اكثر للعلم، استعمال اكثر للجامعات، لمراكز البحث في اخذ القرار السياسي، واحنا هذايا اللي ندافع عليه. واحنا فرحانين اللي في القمه هذه وقع اعتماد بيان مهم اللي احنا اقترحناه ويتماشى مع الاهداف نتاع القمه اللي صارت في تونس. والبيان هذا هو بيان الدبلوماسيه العلميه الفرنكوفونيه، والبيان هذا اليوم وقع عليه اكثر من 40 بلاد، اكثر من 40 وزير مهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي. والبيان هذا يقول بصفه واضحه يلزم اصحاب القرار السياسي يلتجئوا اكثر فاكثر للعلماء، لاهل المعرفه باش ياخذوا القرار الصحيح. يعني اي قرار سياسي بالضروره يلزم يمر عبر الناس اللي هي تنتج في البحوث وتنتج في الافكار وتنتج في المعرفه. هذا هو احنا شفناه بالجائحه نتاع الكورونا، كيفاش وقت اللي السياسيين ما لقاوش حل التجؤوا لشكون؟ التجؤوا للعلماء وباش يلقاو في كل المجالات. في كل المجالات. واحنا هذا شو نقولوا ريتو كيفاش صار هذايا في الكوفيد، هو لازم يصير في برشا حاجات اخرين. اليوم مشاكل التنميه ولات مشاكل معناها معقده. نشوفوا المشاكل نتاع زاد اليوم الازمه نتاع التنميه المستدامه ماهوش سهل. معناها الناس كل تقول اللي يلزم نحافظوا على الارض، ولكن ما نعرفوش كيفاش. هذا هو علاش يعني الرجوع للعلماء مهم ومهم جدا لقيادة السياسات. خليني نرجع معك لحضور الوكالة الجامعية للفرنكوفونية اللي هي شريك للوياف، شريك للمنظمة. هو كيفاش تم يعني هو بالتحديد فما 5 منظمات معتمدة في الفرنكوفونية. طبعا الوياف اللي هو المعتمد الأول اللي هي بالجانب السياسي للفرنكوفونية، اللي هو كان منظم الأساسي للقمة. فما أيضا تي في 5 اللي هي تسمى معناها الجانب الاعلامي ميدياتيك للفرنكوفونيه، اللي هي قناه تلفزيونيه نتاع الفرنكوفونيه. هي قناه تلفزيونيه نتاع الفرنكوفونيه وموجوده في العالم اجمع. وبعد عندنا زاد الجمعيه الدوليه لرؤساء البلديات الفرنكوفونيه. صحيح. ايضا هذا الثالث. الرابع فيه جامعه سنغور، هذا خاصيه جايه، هي جامعه صغيره ولكن كان عملها بطرس غالي وقت اللي شد الفرنكوفونيه باش يرجع مصر في الفرنكوفونيه. وفما منظمتنا احنا لا يواف، الوكاله الجامعيه الفرنكوفونيه، هي تعتبر اهم يعني مكون بعد هي القلب النابض الأوياف طبعا. واحنا طبعا نتعاملوا معهم هذم الكل. الخمسه منظمات هذوما تسعى لتحسين الفرنكوفونيه والجانب الفرنكوفونيه في العالم. احنا الجانب العلمي، الفرنكوفونيه العلميه. فالجانب العلمي، ولكن الكلكم مع بعضكم باش يتم تنسيق ما بين كل المنظمات هذه والخمسه مكونات هذه للوياف اللي اليوم اكثر من مره خلينا نقولوا سليم خلبوس اللي تجاوزت لو بارتاج دو لا لونغ. معناتها اليوم خرجنا من نطاق تكوين هذه القمه والمنظمه اللي بدات منذ سنوات. والله يظل مريم هي اهم فكره هذه اللي لازم ممكن نخرجوا منها من القمه هذه، هو تغيير صوره الفرنكوفونيه. الفرنكوفونيه احنا مع الاسف في بعض البلدان بما فيهم في تونس ساعات نربطوها فقط بالجانب الثقافي واللغه، ونربطوها زاده فقط بفرنسا. واحنا القمه هذه علاش كانت مهمه؟ اول حاجه توري انه في الفرنكوفونيه اول حاجه فما
فضاء سياسي، فضاء سياسي مهم. ومهم علاش؟ خاطر اليوم نعرفوا سياسه تعدد الجوانب الملتيلاترال في ازمه، ولهذا الفضاء الفرنكوفوني يعطي نظره جديده، على خاطر هو فضاء مختلف نوعا ما، خاطر فيه البلدان الغنيه وفيه البلدان الفقيره، فيه البلدان كي تلقى فرنسا وكندا اللي هما كي فون بارتي دو جي 7 معناتها طبعا نفهموا الوزن، وتلقى زاد بلدان فقيره مثلا في افريقيا اللي هي حاجتها باكثر تنميه، ولهذا فما فضاء سياسي مهم. فما ايضا فضاء اقتصادي، واليوم احنا تو مازال في جربه، تو البارح افتتحنا يعني الفوروم ايكونوميك ومازال اليوم متواصل، وفما برشا بلدان قاعده تفيق اللي راهو الجانب الاقتصادي مهم جدا في الفرنكوفونيا، وليس فقط الجانب اللغوي. وفما الجانب الثالث اللي مهم بعد السياسي والاقتصادي، هو الجانب العلمي. احنا اغلب جامعاتنا تقري باللغه الفرنسيه، واللغه الفرنسيه يلزم فيه تعاون دولي، والتعاون الدولي هذا يسهل وقت اللي يكون باللغه الفرنسيه. احنا اليوم مثلا عندنا باحثين عندهم اشكال في النشر، على خاطر عدد النشريات باللغه الفرنسيه قاعد ينقص، ولهذا وقت اللي انت الفرنكوفونيه هي تعمل على ترجيع النشريات المعتمده دوليا باللغه الفرنسيه، هذا يعاون الباحثين اللي هما بطبيعتهم يخدموا باللغه الفرنسيه. ولهذا احنا مفهوم الفرنكوفونيه يلزم يتغير، ونفهموا اللي راهو فما برشا امكانيات لتونس وقت اللي تدخل ونشوفوا اليوم بلدان غير فرنكوفونيه مش معروفه، مش كلاسيكيه، وتخدم برشا على الفرنكوفونيه. مصر مثلا، احنا كنا قمنا يعني بتظاهره كبيره برشا في مصر منذ تقريبا 3 أسابيع، سميناها لا سيمين مونديال لا فرانكوفوني ساينتيفيك. عملناها فين؟ في مصر. والناس قالوا كيفاش تمشيوا لمصر، بلاد عربيه وانجليزيه هما في معناها ساينتيفيكمون وكذا. قلنا لهم الطلب كبير ياسر في مصر، وهذا لازم الناس يقولوا علاش مصر بلاد كيما مصر. مصر مثلا تحب هي اشعاع على افريقيا، وفاهمه اللي هي ثلثين البلدان الافريقيه تتكلم باللغه الفرنسيه، ولهذا اللي هي ما ترجعش اللغه الفرنسيه في مصر مش باش تكون عندها الاشعاع الدولي هذا. فمعناها لي زونجو اكبر برشا من انه نتكلموا بالفرنسيس ولا ما نتكلموش. هذا مهم الكلام هذا يا سليم خلبوس، على خاطر توا فما تشكيك في قيمه اللغه الفرنسيه، والناس تقول هي التاسع لغه متكلمه في العالم، وهذا مش صحيح. هي خامس لغه وباش تولي الرابعه من هنا ل 20 سنه. خامس لغه، هي 321 مليون متكلم. دونك هذا فضاء مهم كما كنت تقول. افريقيا اللي هي اليوم مستقبل العالم في افريقيا، فما ثلثين من الدول الافريقيه متكلمه باللغه الفرنسيه، ويلزمنا يظل نخرجوا من فكره وعقليه انها لغه المستعمر وانها لغه الماضي. هذا هو اللي في بعض التوجهات السياسيه على اساس فكره قديمه ولكن ديما ترجع، مازالت موجوده. احنا هاو كيفاش لازم نجاوبوا عليها اليوم. اليوم ما يلزمش نضربوا لغه بلغه، ما نجمش نقولوا باش نحطوا اللغه الفلانيه باش نحيوا اللغه الفلانيه، خلي معناها الفرنسيه ولا غير الفرنسيه. تو احنا كي نجيو نقولوا الانجليزيه باش نعوضوا بالانجليزيه، انا نقول لهم باهي الانجليزيه بالطبيعه لغه باهي، قد ما تتعلم لغه قد ما معناها عندك قوه اخرى للنجاح، ولكن علاش لغه بلغه؟ وخاصه احنا في تونس، احنا ملي تولدنا نتكلموا لغه واثنين وثلاثه واربعه، كي نضربوا لغه بلغتي احنا هذه قدرات قاعدين ننقصوا فيها. خلي انت عندك فرنسيه خاطر تاريخيا عندك فرنسيه، وخاطر بلادك قويه فرنسيه، وخاطر تقرب بالفرنسيه، خليها ودعمها، وجيب الانجليزيه وجيب الاسبانيه وجيب غيره، على خاطر تعدد اللغات راهو معناها. علاش مش الصينيه اللي هي اول بعد مع الانجليزيه وعلاش لا جو دير بالمنطق هذا. صحيح هي الانجليزيه ولات لغه العالم، يعني وين ما تمشي كيما تقول لانجاج انفورماتيك معناتها اكسل ولا وورد الناس كل تتكلموا. انا يظل فما العمل يمكن هذه مسؤوليه المنظمه، مسؤوليه لوياف، انها هي مش اي دوله، مش فرنسا، انها هي تغير العلاقه مع اللغه الفرنسيه. هذا هو سياسه تعدد الاطراف، هي هذه، وانه ما يكونش دوله معينه هي هزه. معناها اليوم احنا اللغه الفرنسيه في افريقيا فما تبني للغه هذه، ما عادش يعملوا ريفيرونس لفرنسا، معناها يقول لك لغتنا، وحتى الكلام اللي يتبدل كما عندنا احنا في تونس كلمات نتونسوهم معناها اصلها بالفرنسيه ونتونسوها موجوده برشا. ودايوغ احنا مشاركين في ان ديكسيونير تحفون برشا، هو نجموا العباد يدخل فيه الديكسيونير دي فرانكوفون اسمه، والديكسيونير هذا يخرج كل الكلمات
ولا الفقرات لي زيكسبرسيون اللي هما اصل باللغه الفرنسيه ولكن اصلهم افريقي، اصلهم من بلدان اخرى وعندهم معنى مغاير. فهذا يدل انه فما تبني للغه الفرنسيه من البلدان هذوما، يولي بعد اللغه نتاعهم. نحكيو على الكندا، نحكيو زاد هي من اكثر الدول المدافعه على استعمال اللغه الفرنسيه. صحيح. اللي هو الكندا اللي هو سان بي بيلانغ اوسي بين الفرنسيه والانجليزيه. وحتى انه يبدو لي اكد لي المعلومه هذه سليم خلبوس انه في مقاطعه كيبيك باش تدخل للوظيفه العموميه لازمك متمكن من الفرنسيه والانجليزيه. هو راهو في الكندا الكل، على خاطر هو البيلانغويزم معناها رسمي، معناها هما عندهم لغتين رسميين، وكي توصل في مستوى معين من معناها المسؤوليه انت مجبور باش تتقن لغتين. والوزراء فما وزراء ما نجموش يقعدوا وزراء وتبدلوا خاطر ما يتقنش واحده من اللغات. ولهذا لا فما في الكندا فما خدمه كبيره برشا للحفاظ على اللغه الانجليزيه والفرنسيه في نفس الوقت. هما يعتبروه مكسب معناتها هو فك العزله تبدا ديما عبر اللغات معناتها. ونعرفوا نشوفوا تو مثلا في كندا طالبين 400 حاطين على سوق الشغل 400 ألف موطن شغل. دونك بالضروره باش تدخل سي ان باسبور معناتها انك تكون متمكن من طبعا من اللغه الفرنسيه والانجليزيه. واليوم الكندا من اكبر البلدان للهجره، ونشوفوا في مطالب الهجرة أغلبية المطالب تطلب في اللغة الفرنسية. ومعناها وهذا يدل على أنه فما معناها بوتنسيال كبير برشا باللغة الفرنسية زاد بالجانب الاقتصادي. وهذا علاش اللي حبيت نركز عليه، معناها الفكرة أنه راهو ماهوش فقط إشكال ثقافي أو لغوي، ولكن كل ما هو تابعه اقتصاديا سياسيا اجتماعيا زاد في القيم. والله مهم جدا. تو احنا في تونس ندافعوا على الديمقراطيه، على حقوق الانسان، ندافع راهو الفرنكوفونيه معناها تخدم على الشيء هذا. ومهم جدا ان نذكروا اللي زاد معناها اللغه هي ايضا قيم، والقيم اذا احنا نحب ندافع عليها بكل اللغات بما فيه الفرنسية اللي هي أحببنا أم كرهنا رغم كل ما يقال هي بلاد لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دغوا دو لوم، معناتها بلاد الأنوار والفلاسفة. احنا مانيش باش ندافعوا على اللغة الفرنسية وإنما ندافعوا على التعلم باللغات، ندافع على التعلم وعلى على أهمية تعدد اللغات. وأنا أول الناس ندافع على تحسين تعلم اللغة العربية، خاطر احنا توا ندافع نقولوا الفرنسيس والناس تحب الإنجليزي وكذا، احنا ما نتكلموش العربي بالكدا. احنا الاشكال هو تدريس اللغه العربيه يلزم يتحسن. هذا معناها اساسا. ومن بعد كي تتعلم لغات اجنبيه فما برشا لغات اجنبيه، اللغات الكبرى لازم احنا نعرفوهم. هنا نذكر اللي السيد سليم خلبوس والناس اللي متاكده اللي تعرف هو كان وزير التعليم العالي وكان حتى وزير التربيه بالنيابه، واليوم يمكن النظره هذه وتواجدك على راس الوزاره، وزاره التعليم العلمي والبحث العلمي، بما انك بخلاف انك استاذ تعليم عالي مختص في التصرف ولا في علوم التصرف وعلوم سياسيه كذلك خلبوس. دونك والمرور عبر الوزاره هذه اعطاك تصورات اخرى للتعليم العالي والبحث العلمي، وشفت المشاكل في تونس. بعد الفاصل نرجع له. شمس سيد سليم خلبوس، اللي انا عرفتك وقت اللي كنت مدير المعهد الدراسات التجاريه العليا بقرطاج اللي اش سي كارتاج. بارك الله عليك، عاونتنا برشا وجيت عملت برشا محاضرات للطلبه. بديت من غادي القصه. مرورك بوزاره التعليم العالي خليتك تكتشف برشا حاجات، وحب يعني خدمت برشا على تغيير التعليم العالي اللي ما بين الواقع والطموحات والاهداف فما كمان فما فرق كبير. تبع وقت اللي واحد استاذ جامعي يخدم يعمل في البحث وكذا تشوف اشياء، ولكن وقت اللي تكون انت يعني عندك القرار السياسي تشوف اشياء اخرى برشا، خاصه الاشكاليات نتاع الحوكمه، الاشكاليات الاداريه والنظره الدوليه. العلاقه على المستوى الدولي مهم جدا ونكتشفها وقت اللي انت تدخل الوزاره وتخدم، تشوف انك
راك في عالم كبير، فما حاجات كبيره برشا قاعده تصير في العالم وانت يلزمك تواكبها. ولكن زاد فما احنا في تونس صعوبه يعني تاع الريفورم ما هوش الاصلاح وقت اللي تعملوا تمس حاجات معناها ما تحركتش عندها سنوات، تمس ناس قاعده تدبر في راسها، سامحني في العباره، وقت اللي انت تحب تبدل ما تقلقهم. ولهذا يصير ديما فما هكا تشويش، وهكا نشوفوا كيفاش احنا في تونس عندنا اشكال كبير في الاصلاحات، معناها ما تقدمش بصفه كبيره خاطر فما برشا تشويش على الاصلاحات. ومش هذا في التعليم العالي فقط، معناها في العديد من المجالات، بما فيه زاد هو الديزانفورماسيون والديزانتوكس معناها اللي موجوده مع الاسف في لي ريزو سوسيو. نشوفوا انت كنت من اكثر المتضررين، اي برشا معلومات غالطه، والناس من بعد بارتاجي ما غير ما تثبت. شنو اكثر حاجه اللي مستك وتحسين برشا حاجات؟ لا تو احنا هذا قديم، هذا قديم احنا ما نرجعولوش. لا اما نشوف اللي شوف انا مانيش وحدي، فما برشا ناس معناها تمست بالاشياء هذه، خاطر يمسوا سمعه العبد، على خاطر وقت اللي هو انسان يعمل اصلاحات مع الاسف ما نجموش نقولوا الاصلاحات خايبه، خاطر الاصلاحات ضروريه ولازمها تتعمل للبلاد. اما كي تبدا اصلاحات مثل المصالح هذا واللي هما يضربوا مصداقيه الشخص اللي هو يقوم بالاصلاحات باش الاصلاحات ما تصيرش. معناها هو هذا المؤسف. وهكا علاش نشوفوا اللي الاصلاحات تو عندها 12 سنه مش قاعده تتعمل، على خاطر اللي يحب يبدل معناها يولي يشوهوا له سمعته، يولي عنده ضغوطات وما يصيرش. اكثر حاجه اللي انت حبيت تغيرها وما وصلتش من انك للهدف نتاعك؟ والله هو التغيير الاداري للوزاره مع الجامعات، على خاطر احنا عندنا لو ستاتيو دو لونسينيون اللي هو قديم وما عادش متلائم اليوم مع دور الجامعي الحقيقي. واحنا خدمنا عليه لمده يمكن سنتين وخرجنا بستاتيو جديد حاضر، وكان في كل الاطراف موافقه، حتى كان الاطراف اللي كانت سياسيا معاديتني ومعاديه معنا وقتها انذاك الحكومه وافقت عليها، ولكن مع الاسف في اخر وهله فما صارت ضغوطات سياسيه انه ما تعداش. وانا هذا يمكن اكثر حاجه اللي الحق الخدمه حاضره موجود تو اليوم في الوزاره، معناها الاصلاح الكل موجود، سي ان دوسي كومبلي دو ريفورم، ولكن قاعد في القشر. واللي شنو كان ينجم يغير معناتها اذا كان تعديت الريفورم هذه؟ يغير كل شيء، يغير طريقة التدريس، يغير دور المدرس الجامعي في الجامعة، يغير البحث العلمي، برشا حاجات معناها احنا خدمنا عليها معناها لمدة ساعات وساعات، ومع عدد الاجتماعات راهو يمكن أكثر من 100 اجتماع عملنا في كل الجهات وقتها. للاسف معناها الاصلاحات صعيبه في تونس في الوقت الحاضر، ان شاء الله تحسن الوضع. واحنا قادمين على احنا نحكيو على اصلاحات التعليم العالي، ولكن تونس قادمه على اصلاحات جوهريه خاصه في الجانب الاقتصادي، اللي هي باش تغير المنوال الاقتصادي، باش تغير يعني عديد القطاعات، يمكن حتى مش يمكن في علاقه بالتعليم وبكل، يعني نحكيو على اصلاحات المؤسسات العموميه، نحكيو على اصلاحات الدعم، نحكيو على اصلاح القطاع العام، اصلاح كامل اليوم تحتاجه تونس اللي مازلنا ما مشيناش فيه للاسف. الناس كل تقول يلزم اصلاحات، وحتى حد ما يحب يعطي شويه من وقته وشويه من ويتنازل شويه، على خاطر الاصلاحات معناها فما تنازلات من بعض برشا اطراف. احنا كل طرف تحكي معاه وحده يقول لك ايه يلزم نصلحوا ويلزم نبدلوا وما نجموش نكملوا هكا، ومن بعد وقت اللي نجيو باش نبدلوا كل واحد يقول لك لا مش انا نبدا، مش انا نبدل، مش انا، خاطر هو الاصلاح شو معناه في تغيير، والتغيير ساعات مش سهل، خاطر العباد باش تتبدل عوايدها، باش تبدل طريقه الخدمه نتاعها، باش تخدم حاجات اخرى، دونك يا ديزيفور يلزمهم يتعاملوا، ومش الناس الكل قابله باش تعطي الدعم هذايا باش نغيره، ويلزم نمشيو له، على خاطر احنا نشوفوا اليوم توا انا اليوم نسافر برشا في بلدان العالم، فما بلدان كانت بعيده علينا برشا قاعده تتقدم اليوم، قاعده تتحسن اقتصاديا علميا. في المدارس احنا كنا بلدان قبل كنا نغزروا لهم نقولوا بعاد علينا برشا، هذوما قاعدين ياخذوا علينا، بلدان قاعدين باش يفوتونا معناها. ولهذا الاصلاحات، وخاصه انا بالنسبه لي اصلاح التربيه والتعليم بصفه عامه،
اهم شيء. هذا حكينا فيه اكثر من مره. يمكن شيء. الاساس اللي هو تعليم التعليم هو اللي يكون من في اولويه الاصلاحات، ومعهم تعليم المنظومه الثقافيه والتعليميه. حتى تو احنا قلنا معناها المشاكل الاقتصاديه، المشاكل الاقتصاديه لازم تخرج ديزيكسبير انت من الجامعه للاقتصاد. وقت اللي الناس الكل الغدوه اللي باش يخرج من الجامعه زاد يمشي في الاداره ما هي باش تساعد الاقتصاد، زاد الكل يمس بعضه. معناها المظاهر احنا نشوفوا فيهم في المجتمع نتاعنا ساعات اللي ما همش لايقين. منين؟ من قله التربيه زاد كيف ولهذا التربيه تمس كل شيء، تمس السياسه وتمس الاقتصاد وتمس الاجتماع، كل الجوانب، الثقافه طبعا، اللغات اللي كنا نحكي عليهم. ولهذا احنا شنو هو المواطن المستقبل اللي تحبوا، اللي احنا نحبوا معناتها يكون موجود؟ المواطن هذا اللي يبدا نحته من اللي عمره 3 سنين و4 سنين باش من بعد يولي في التعليم العالي. شنو هو المواطن اللي وباش يخرج لسوق الشغل؟ وهذا هو معناتها التفكير كله حول المواطن الانسان واكثر منه من يعني مثال فقط. احنا كي نشوفوا كيفاش التربيه المدنيه كيفاش احنا حاقرينها في تونس، هي معناها ماتير ضعيفه في كوفيسيون ما حب يقراها حتى حد، يظهر لنا حاجه يقراو فيها مش ديما في الاساتذه مختصين. احنا نشوفوا اليوم ندوروا نشوفوا في السيستم ادوكاتيف البرة من اهم المواد هو التربيه المدنيه، ويقعدوا يقراوا المدنيه حتى البدنيه مهمه برشا. حتى البدنيه يعني التربيه المدنيه معناها باش جوستومون باش تعرف انت اهميه الدنيا، باش تعرف شنو معناها ضرب، وباش تعرف شنو معناها بلادك، باش تعرف شنو معناها الثقافه، شنو معناها العلاقات الدوليه. هذا كل يتقرا في للاسف احنا عشنا منذ اسابيع على وقع يعني ازمه كبيره في قطاع التربيه، والاف 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 التلامذه اللي ما رجعوش يقراو، وتوا فما ان غران راتراباج ا رياليزي وان بغا فير اللي هو مفهوم ما بين المعلمين النواب ووزاره الاشراف. مشكله قديمه هي مشكله قديمه برشا وعويصه، خاطر احنا زاد معناها عندنا عدد الطلبه التلامذه قاعد يزيد والفلوس ما فماش باش ننتدبوا، دونك هو مشكله عندها سنوات، معناها مشكله هيكليه في تونس. احنا على الاقل اللي صار الاتفاق وهذا حاجه جيده. هذه كيف في العالم احنا نعرفوا تو الناس كل تتبع شنو اللي صاير في كل الدول، وقت اللي في العالم وانتم في الفرنكوفونيه وفي كل الوكالات اللي تتبع شنو صاير في تونس، ان يراو اضراب في قطاع التعليم، اضراب في التعليم العالي، مشاكل في ما بين النقابات. وشفنا مؤخرا مثلا النقابه نتاع المدرسه المعهد العالي لتعليم الاداب واللغات اللي انا نسيت الاسم نتاعو، مشاكل كبيره وازمه كبيره. هذا يمس من صوره تونس، يمس من صورة هو احنا بريباراتوار aux études littéraires. هو فما حاجتين. احنا الحريات باهيه، راهو احنا ما لازمش يظهر انه كيف نقولوا ما لازمش يصير هذا معناه نقولوا الناس ما تراجعنا. لا، الحريات باهيه ويلزم الناس تنجم تكون تعبر، ويلزم الناس تنجم تعمل احتجاجات وغيره، ولكن هو الكل في الطريقه. تو انا في بلدان اخرى، البلدان اللي هي فيها عادات اكثر للديمقراطيه، طبعا فيه احتجاج وفيه جريف وفيه كذا، ولكن الطريقه اول حاجه ساعه الكلام. احنا ساعات نفوتوا ياسر في الكلام، يولي معناها ويولي الناس مغشم بعد على الكلام وننساو جوهر الموضوع. علاش صار الاحتجاج من الاول، معناها يولي عركه عباد، سامحني في العباره. معناها هذا اللي احنا ما نحبوش. ايضا وقت اللي نعملوا الاحتجاج نكون الاحتجاج هذا اخر مطاف، معناها لازم قبل النقاشات، لازم قبل، هذا اهم حاجه، معناها نحكيو ونقربوا لبعضنا. احنا هذا كل تقاليد مازالت مش موجوده معناها في تونس، ويمكن على خاطر زاد الديمقراطيه حديثه. احنا وقتاش توعنا اكثر شويه من 10 سنين بدينا نحكيو على الديمقراطيه. 10 سنين مش حاجه كبيره، ولكن هذوما التقاليد للحوار البناء، ومن بعد نلجؤوا للاحتجاجات وقت اللي اخر مطاف ما نجموش نعملوا حاجه اخرى. هذا يظهر لي التقاليد لازمنا نحطوها بشويه في بلادنا، وهذه كما قلنا اللي تنجم ساعات التجاوزات تمس من صوره تونس. والصوره تونس في الخارج الحقيقه دهورت شويه. انا مالوزمون نسافر ونحسوا هذايا، خاطر احنا يمكن مركزين شويه على مشاكلنا الداخليه وننساو اللي الناس تغزر لنا. وقت اللي صارت الثوره من الاول معناها صوره تونس ولات خارقه للعاده، ولا خاطر نجحنا نوعا ما في الفتره الاولى انه
انه نغير الوضع السياسي في تونس، وكانت هذه معناها صوره جميله. وبعد خذينا البري نوبل اللي هو زاد كانت حاجه باهيه. ومن بعد بشويه بشويه قعدنا مركزين على مشاكلنا الداخليه ونسينا اللي الناس تغزرنا، ونسينا اللي ايضا حتى تو تحسين الاقتصاد التونسي مربوط بصورتنا في الخارج. فمهم انه نخدموا على الزوز، وعلى ذلك انا فرحان انه القمه الفرنكوفونيه نجحت، واللي زاد حتى القمه نتاع مع اليابان تيكاد زاد كانت مش خايبه زاد. اللي معناها التظاهرات هذوما يرجعوا شويه من صوره تونس. اللي الناس اللي جات الجربه اليوم رجعت فرحانه تقول كمان فما حاجات باهيه في تونس نجموا عملوا البرنامج هذا. فما برشا ناس تحب ترجع تو الجربه معناها بطريقه شخصيه للسياحه. هذا كله ايجابي، ولكن يظهر لي لازمنا نواصلوا في هذا، ويلزمنا نشعروا في تونس ونفيقوا اللي راهو فما عالم كبير، فما حاجات قاعده تصير في الدنيا. راهو ساعات انا نسمع حديث نتابع في تونس نقول ما همش واعيين بشو قاعد يصير في الدنيا، ويلزمنا نحلوا شويه، نسمعوا لي ميديا انترناسيونال، نقراو شويه جرايد، نشوفوا شنو اللي صاير في البرا. اول حاجه باش نقصوا من الضغط نتاعنا اون ريلاتيفيز معناها مشاكلنا، خاطر ناس اخرى زاد عندهم مشاكل حتى اكبر منا. وثاني حاجه باش نشوفوا شنو التجربات الناجحين في بلدان اخرى، في ثقافات اخرى اللي نجموا نحطوهم في بلادنا. ولهذا الوعي على ما هو موجود في العالم مهم. انه اليوم حتى السياسيين اليوم والمجتمع المدني ماذا به زاد يركز على انفتاح المجتمع التونسي على ما صاير في العالم باش نحسنوا روحنا من الداخل. نعم، نرجع معك لنقطة البداية ونختم بها. سليم خلبوس، تحدثنا على بيان الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية، اللي هي حاجة الحقيقة أنا شفت العنوان وهو قدامي، أن الدبلوماسية العلمية معناتها في العادة ما شفناهمش مع بعضهم، معناتها الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية هو تمشي جديد. الدبلوماسية العلمية اليوم فما بعض البلدان الأغنية تستعمل فيها منذ بعض السنوات. احنا مازلنا ما بديناش في البلدان العالم الثالث مع الأسف مش موجودة. ولهذا هذا علاش صار هالبيان هذا، هو لو مانيفيست بور اون دبلوماسي سيانتيفيك فرانكوفون، هو هكا اسمه بالضبط باللغة الفرنسية. هذا كما قلت لكم قبيله، معناها فما فكرة أولى أنه نقربوا صاحب القرار السياسي من صاحب العلم والمعرفة، والجانب الثاني هو أنه دعم التعاون العلمي داخل الفضاء الفرنكوفوني. احنا ديما نقولوا هما يتكلموا بالفرنسيس كيفنا، هاو يعملوا في الريشيرش كيفنا كذا، ولكن ما فماش برشا هما اون جينيرال. سليم خلبوس، لي ثينك تانك اللي يخدموا معاهم رؤساء الدول يبداو متكونين من لي ريكتور، من الناس اللي هما في مجالاتهم ناس جامعيين وناس يعني باحثين، ولكن غالبا يكون مش مؤسساتي، يكون اشخاص معروفه معناها دي ليدر ياخذوهم يقربوهم يستعملوا. احنا مش هذا اللي ندافع عليه. احنا ندافع عليه هو تأسيس العلاقة. مثلا فما اليوم ظاهرة جديدة، نعملوا دي كونساي ساينتيفيك، مجالس علمية للدول بور لي بوليتيك بيبليك، مش للجامعه. معناها احنا نعرفوا كونساي ساينتيفيك معناها جامعه، لا، يقول لك اليوم فما ظاهره جديده يقول لك الحكومات يلزمها تعمل دي كونساي ساينتيفيك اللي هي تلتجئهم لاخذ القرارات الصعبه، خاطر العالم اليوم معناها بوكو بلو كومبلكس قبل. ولهذا هذا ايش يقول هذا معناها البيان هذا لي كونساي ساينتيفيك اللي هما يخدموا ان ريزو مع لي كونساي ساينتيفيك اللي في العالم. دونك الشبكه التشبيك هذا مهم، والتشبيك الدولي هذا يعطيك الخبره نتاع البلدان الاخرى، يعطيك في افكار اخرى يمكن ما تجيكش انت في بلادك تقول هاو البلاد الفلانيه عملتها والمظاهر نتاعها قريبه لبلادنا، علاش ما نجموش نطبقوها هنا. فهذا الفكره هذه ان شاء الله احنا ننجحوا فيها، على خاطر الجامعيين التونسيين تبارك الله عليهم دوليا عندهم تموقع باهي، ولكن الى حد الان تموقع يمشي شخصيا معناها انديفيدوالمون، والهدف انه يكون هذايا موجود في مؤسساتي، معناها يكون فما نخلقوا مؤسسات جديده تعاون على التعاون الدولي بين يعني العلماء. شكرا لك سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، كنت ضيفنا اليوم في الماتينال. شكرا. شامس.